السلام عليكم، اخباركم ايه؟ عايز اتكلم معاكم كده بسرعه في ثلاث نقاط اساسيه او رئيسيه بسرعه في الفيديو ده. اول حاجه اتكلم عنها، هل الفار اتلغى من الدوري المصري؟ تاني حاجه، هل الزمالك هيتحرك ضد ابراهيم فايق واحمد عبد الباسط في واقع تزوير تسريب محادثه حكم من البنك الاهلي؟ تالت حاجه اتكلم على شكوى نادي الزمالك ضد احمد شوبير. انا بتسال في الفيديو ده المسؤولين عن الدوري المصري او عن منظومه الكره في مصر، هل الفار تم الغائه واحنا مش عارفين؟ في ماتش الزمالك والاهلي الاخير طبعا كان في ضربتين جزاء واضحين جدا لنادي الزمالك. اول حاجه اللي عرقله بنتايج جوه خط 18، تاني حاجه لمسه يد من اشرف داري في ال 18، والحكم ما لجاش للفار ولا الفار لجا للتحكيم تماما، ولا شفنا اي اعاده خاصه بالكرتين دول. غير من زاويه واحده بس اللي هي زاويه الاخراج. تاني حاجه، هل نادي الزمالك هياخد اجراء شديد ضد ابراهيم فايق واحمد عبد الباسط معد برنامج ابراهيم فايق، خاصه ان في حيثيات الحكم قال ان تم اجتزاء محادثه محمد عادل مع البنك الاهلي مع حكام الفار في ماتش الزمالك والبنك الاهلي بهدف تضليل التحكيم ضد نادي الزمالك. فهل نادي الزمالك هياخد اجراء ضد ابراهيم فايق ولا لا؟ تالت حاجه طبعا انا بتكلم فيها، كان عارفين ان الزمالك قدم شكوى ضد احمد شوبير امبارح للمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، والمجلس بالفعل ناقش الشكوى دي، وفي خلال ساعات هيعلنوا عن قرارهم بخصوص الشكوى دي. واللي احنا عرفناه كمان جديد، ان مجلس الزمالك حاليا في اطار تقديم شكوى جديده ضد احمد شوبير، وبيجهزوا فيديوهاتها لتقديمها للمجلس الاعلى للاعلام لاتخاذ اجراءات ضد احمد شوبير بسبب يعني او بسبب حدوث فتنه او تعصب في الفتره الاخيره بين جماهير الكره في مصر. فهل انتوا شايفين ان الزمالك لازم ياخد اجراء ضد ابراهيم فاي ولا لا؟ وايه القرار اللي ممكن مجلس الاعلى تنظيم الاعلام ياخده ضد احمد شوبير؟